بنبره حزينه وقلب حزين غادي نبدا الفيديو ديال اليوم اللي هو حاله خاصه وعمرني في حياتي درت بحال هذا النوع من الفيديوهات، ولكن حيت شفت فيه الام ديالي والاخت ديالي والعمه والخاله وشفت فيه اهانه كبيره للمراه المغربيه بصفه عامه. فيديو كيضرب في الخاطر، ولكن الا ما حرك فيك والو فراه خاصك تراجع راسك. هاد الايامات واحد الفيديو انتشر بنطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ديال طوابير فيهم مئات ديال العيالات مغلوبات على امرهم قدام الوكاله الوطنيه لانعاش الشغل والكفاءات، كيدافعوا كيتقاتلوا بيناتهم ماشي على قضيه شرف او لا نزاع شخصي او لا على ملكيه، وانما كيدافعوا على لقمه العيش. بحال كل عام اسبانيا كتوجد كونطرات العبوديه لدول العالم الثالث باش يمشيو يجنيو الفريز في اسبانيا، حيت هذاك العمل كاع ما غادي يقدر يديروا اسباني، وشكون اللي غادي يديروا؟ بالطبع المواطن المغربي اللي مقهور ومغلوب على امره. وحيت هذوك المقهورات كيشوفوا في هذيك الكونطرا انه كاين واحد المبلغ مالي اللي تقريبا كيوصل ل 1000 اورو في الشهر، كيبان لها انها غادي تقدر تصوفي به عائلتها. ونظرا لازمه الغلاء اللي كنشوفوها دابا في المغرب كامل، فولاو هاد الكونطرات كباسيس امل بالنسبه للناس اللي باغيين يهربوا من المغرب، وهاد الكونطرات ولا الطلب عليهم اكثر من العرض، فولات هذيك الكونطرا غايه لمن استطاع اليها سبيلا، يعني الثمن ديالها طالع بزاف. دابا نشوفوا الفيديو ونرجعوا نكملوا الموضوع ديالنا. بعد ما شفت انا شخصيا هذا الفيديو قلت او كيفاش واش باقي الناس في المغرب كيديروا هذا الشيء؟ الناس مضروره بزاف، هذا الشيء اللي خلاها انها تغادر البلاد وتحاول باش ما قدرات. يعني شفتوا في الفيديو الناس كتدافع كتقاتل ماشي على لقمه عيش ماشي، ولكن باش يمشيو تما ولو غير 6 شهور، ولكن راه كيشوفوا انهم على الاقل يجيبوا مع واحد 5 ولا 6 المليون راه يقدروا يصوفيو بها ويعيشوا بها واحد 6 شهور اخرى بلا جا عاوتاني موسم الفريز. وكاين اشخاص اخرين اللي كيدفعوا لهذا الكونطرا بسبب اخر كانهم يمشيو يجنيو الفريز، ولكن هما عندهم غايه اخرى اللي هي يهربوا ويديروا جنسيه ديالهم تما ويعيشوا في اسبانيا. يعني ما يبقاوش موسميين، يخدموا 6 شهور يساليو 6 شهور يبركوا 6 شهور يردوهم فيها المغرب، عاوتاني يبدا الدفيع يعيطوا لهم عاوتاني شي ما درناه. واخر الكلام لا حول ولا قوه الا بالله. كيبانوا عيالات خفانات عيالات مليوحين في الارض، فعيب وعار اننا ما نلقاوش لهاد الناس الحل. عيب علينا كاملين كمغاربه. فئه منا كدور في المالديف وفي اسيا وكتستمتع بوقتها، وفئه اخرى منا وصلت لدرجه الفقر والهشاشه والحاجه. زعما واش ما كاينينش كفاءات اللي تقدر دير تخطيط حكيم ومعقلم باش تدعم الفئات؟ انا ماشي قدوه ولا مؤثر، وانما مغربي مسلم ويحز في نفسه هذه المناظر. واش هاد الحكومه بكل اضلاعها كتسحب هذوك المناصب وديك البلاصه اللي هي فيها فقط للنزهه وتحقيق المصالح الشخصيه؟ وهادو ما محسوبينش علينا. حتى اليوم اللي ولاو فيه القدوات ديالنا هما صناع التفاهه وصناع التهريج، فبالصح راه حنا نستاهلوا اكثر من هذا الشيء. الفيديو ديال اليوم ما موجهش لا للحكومه ولا للمسؤولين، ولكن موجه للمغاربه المسلمين. واش ما بقاتش بيناتنا الموده والرحمه؟ ما بقاتش بيناتنا روح التضامن؟ باش نتفاهموا في هذا الفيديو راه ما دويتش على العاملات اللي بغاو يمشيو للصبا اليوم بصفه خاصه، وانما كنهضر بصفه عامه. راه اليوم كاين اللي ما عندوش باش يشري خبزه لولادو. عاونوا بعضياتكم، ما تخليش جارك اللي بيت بلا عشاء حتى يموت عاد باش تنوضوا ديروا ليه العشاء. وغادي نساليو الفيديو ديال اليوم بحديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخرجه مسلم.